يعني مثلا كابتن محمود الخطيب. تمام. كابتن حسن شحاتة. 2. طب ما تخليهم 5 6 عشان ما احنا حدش ممكن في يزعل. مركز انت كده كابتن محمود الخطيب 1، كابتن حسن 2، نقول 3 مثلا، نخلي المركز الثالث 3 مثلا، احنا كده 5. ابو تريكة. تمام. 3. يعني بس لكن انا عايز اقول لك في ناس وجهة كتير. نظر. طبعا. ما انك ما اخترتش محمد صلاح، بس دي وجهة نظرك وتحترم، ده اللي احنا بنتكلم فيه. لا احنا بنتكلم هنا انا مصر، لكن تاريخ الكرة الاحتراف المصرية. طبعا محمد صلاح هو يعني حاجه صلاح في حته تانية. يعني خلينا متفقين ان محمد صلاح ده في حته تانية. ما التصنيف ده حدش بعد هيحقق اللي هو حققه ولا بالظبط. انا حاطط صلاح في مكانه تانية خالص التصنيف يعني. ده بعد محمد صلاح اه وجهة نظرك. طبعا بحكم الالقاب والتاريخ اللي عمله. فما حدش هيعمل يعني. انا من وجهه نظري صلاح ده كل 100 سنه يحصل لك حاجه زي ارقام دي. ونتائج وتاريخ وكسر ارقام كتيره كل بره حاجه ما وجوه. حدش هيوصل اللي هو خده يعني. افضل مدير فني من وجهه نظري اه يعني انا بحب فنجاده عشان فنجاده هو اول واحد صعدني للفريق الاول وعرف الناس بيا في نادي الزمالك. لكن برضو كابتن فاروق جعفر اتعاملت معاه من الناس المحترمه جدا واداني الثقه. وفي بقى مستر مانو الجوزيه طبعا. مستر مانو دول انت الجوزيه اتعاملت معاهم. ده اللي لكن انا افضل شفت مدير على فني شافه من حيث معامله اللعيبه، من حيث النتائج، خططه في الملعب. جوزيه. جوزيه. مانويل جوزيه طبعا بطولات افضل مدير فني. ونتائج طبعا. وبيعرف يتعامل ازاي مع النجوم. يعني جوزيه قصدك كان نفسيا عنده بيعرف كان يختار عنده اللعيبه. فرقه يعني كلهم نجوم. وصعب في الكوره انك يبقى عندك كميه النجوم دي كلها وتقدر تسيطر عليهم بالظبط. او تقدر تحافظ عليهم. خصوصا كان جيل ذهبي يا كابتن. ما انا بتكلم انت مش عندك واحد ولا اتنين. انت لو قعدنا يعني الناس اللي كانت بتطلع بره السكور دي الفتره اللي لوحدها كان فرقه. فيها مانويل جوزيه يا كابتن، اللي منتخب مصر حصل على 3 بطولات افريقيه. يعني كان معاه ده النادي الاهلي. عايز اقول لك اللي اكتر من 50% من القوام الرئيسي زي ما حضرتك بتقول بتاع المنتخب هم اللي الأهلي. كانوا بيلعبوا بالظبط. في المنتخب. فلا الفتره دي كانت من احسن فترات النادي الاهلي. افضل اعلام رياضي من وجهه نظر كابتن معتز. اعلامي. رياضي. انا كتير والله برضو انت في الاسئله واحد دي كده بتعرف، هقول لحضرتك على حاجه، في بيعرف يوصل معلومه كويس، في بيبقى ليه سبق في المعلومه، في مثلا بيبقى مستضيف ضيوف وتطلع من الحلقه بنتيجه. بص في ناس كتيره والله انا بتابعهم بس عشان ما حدش يزعل. يعني طبعا كابتن شوبير، كابتن سيف زاهر. بحب ابراهيم فايق جدا من الناس اللبقه في الكلام. كابتن مجدي عبد الغني. طب لو يعني قلنا نختار واحد كابتن معتز وتزعل الباقي. مش عايزين نزعل حد، احنا مش في هنزعل، ايام ده وجهه مفترجه. نظر. اكيد في واحد بيبقى مميز كده كابتن، بيبقى مميز باخباره طب ممكن 2. ماشي نختار 2. اختار كابتن شوبير وكابتن سيف زاهر. كابتن شوبير كابتن سيف زاهر. طيب افضل حارس مرمى. بحكم الالقاب والتاريخ عصام الحضري. عصام الحضري طبعا رقم 1. اسطوره يعني. طبعا ده يعني مش عايزين يعني نهدر حق نجوم كبار يعني. كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل. والمباريات الصعبه اللي احنا شفناها لعصام الحضري. طبعا مختار رقم لكن عصام الحضري يعني انا لعبت معاه وعاشرته. وبحكم البطولات اللي خدها وسنه اللي قاعد يلعب وعنده اصرار وعزيمه لغايه ما بطل كابتن في الاخر وسنه كبير. فما فيش حد هيعمل. ان التحدي والاصرار اللي عند كابتن عصام هو اللي خلاه يوصل. هو كان عنده تحدي كبير بينه وبين نفسه. لغايه دلوقتي عصام الحضري محافظ على نفسه وبيتمرن يعني بتفرج عليه. لا ما شاء الله عليه. هو عنده اصرار وعزيمه كبير جدا. كان طالع تصريح ان هو كان في منتخب مصر، كان بيتمرن مع اللعيبه، بيعمل معاهم دي حقيقه. وهو دلوقتي مع منتخب سوريا. هو بشوفه سوريا. دايما وعندي على الفيسبوك بينزل وهو بيتمرن مع لعيبته وبيتمرن لوحده في الجيم. ده حاجه بتبقى حافز للحراس طبعا. طبعا انت لما دايما تكون جاهز والحارس بتاعك او اللاعب بتاعك لما يشوفك كده فت وقادر، لا دي بتفرق. كابتن دلين ابو جبل والشناوي في افريقيا اللي فاتت كان اعلى من افريقيا دي في المستوى اللي كان معاهم كابتن حسام الحضري. اتفق معاك. يعني بص بشكل عام لعيبه المنتخب كلهم البطوله دي ما كانوا غير موفقين خالص. طب يا كابتن، لاعب كرة ظلم نفسه، يعني هو لعيب كويس موهوب، ربنا اداله الموهبه، لكن هو ظلم نفسه، ما حافظش على الموهبه اللي ربنا عطاها له. مين في مصر؟ كتير. اكتر لاعب ابراهيم سعيد كان ممكن يبقى في حته تانية خالص رغم اللي لعب وحقق. بس ابراهيم سعيد امكانياته كان هيبقى في حته تانية خالص. ده لاعب ظلم نفسه، هو اللي ظلم نفسه. حد الظلم. صالح جمعه من اللعيبه اللي عندها كوره حريف. اللمسه بتاعته اللي احنا دلوقتي مفتقدينها في الجيل الحالي
بس كان عنده فرصه اللي انت بتلعب في النادي الاهلي، وجه عليك فتره كنت بتلعب وخاسس وفورمه، بس جه برضو عمل مشاكل وكده وكلنا كنا سامعين عنها، فلغايه طبعا ما مشي يعني من النادي الاهلي. فاعتقد ده لو كان موجود كان هيبقى امتداد لابو تريكه، لكن اثر في حق نفسه. وللاسف احنا دلوقتي محرومين من اللمسه الجماليه بالظبط كده. يعني في الملاعب المصريه محرومين من حاجات كتير. تصويب، مفيش حد خالص بيصوب. يمكن انا دلوقتي يمكن انا صرحت قبل كده، ناس كتيره زعلت، بس دي الحقيقه. اللي بعد معتز زينو وحسني عبد ربه ما حدش بيشوط. كان الاول اي مدير فني في الفرقه دايما خلي بالك مثلا الاسماعيلي ده عندهم حسني بيشوط مش عارف دايما ايه. التصويبات بتبقى حل المدير الفني طبعا انا في تكتل دفاعي، فالتصويبات بتبقى هي الحل. التصويبات دي يعني في كور او شوط بيحل لك مواقف كتيره جدا في المباراه زي ما حضرتك بتقول. انا الاهداف بتاعتي لغايه دلوقتي الحمد لله في الاذهان عند الناس ودايما بتتعرض، اللي هي اجوان حلوه واجوان مؤثره وبتجيب 3 بونت بتوع المباراه. فدي الحمد لله اللي فرقت مع الواحد. فلغايه دلوقتي احنا محرومين من التصويب، محرومين من اللمسه الجماليه. ابراهيم سعد يا كابتن كان فيه نفس الميزه برضه، كان بيشوط كان ابراهيم سعيد، محمد شوقي، كان ابو الدهب. شوقي كانت رجله مش مظبوطه قوي يعني، بس على الاقل كان بيشوط. انت النهارده حتى ما فيش المحاوله اللي على المرمى. يعني انت حمزه الجمل برضه عشان كابتن حمزه في ناس كتير، كابتن هادي خشبه، فكابتن هشام حنفي، الناس دي كلها كانت بتشوط عندها القدره. كابتن سمير كمونه، كابتن سمير. فانت النهارده الكوره اللي بيضايقك وانت بتتفرج على اي مباراه، الكرة متهيئة ومظبوطة وعلى ال18 تحس ان وانا بتفرج في التلفزيون يا عم شوط، تلاقيه يروح مباصيها. فما تشوط ساعد نفسك. هو زي ما بقول برضه هو التصويبات بتبقى حل في التكتل، بس هي بتبقى طبعا حتى يعني تاخد لقب مثلا المدفعه جه، الناس كفايه لغايه دلوقتي مثلا بتقابلني الحمد لله في الشارع، فين ايام الشوط، فين ايام الاجوان الجميله. الناس دلوقتي كل الاهداف ايه؟ كره عرضيه، فاول، كورنر، ما عادش حد بيجيب اجوان حلوه. كابتن كده الفقره الاولى خلصت وندخل الفقره الثانيه، خفايا واسرار. خفايا واسرار كابتن معتز زينو، اصعب مباراه ليك؟ اصعب مباراه ليا كانت اول مباراه ليا اهلي وزمالك. كنت انا لسه متصعد وانت لسه ولد صغير 18 سنه ولا 19 سنه وانا في الزمالك، وفنجاده لسه مصعدني وراجعين من البرتغال، واول مباراه ليك ضد النادي الاهلي في السوبر. كان في جماهير طبعا اهلي وزمالك. الجماهير كانت لسه فانت لسه صغير واول لسه مباراه ليك مع الفريق الاول، عايز تثبت نفسك، عايز تحط رجلك في الدرجه الاولى عشان ما نزلش تاني ناشئين. الراجل حط ثقه فيك، فانت لازم يعني تقول له اللي انا موجود، وبتلعب في وسط نجوم كبار. فدي كانت صعبه جدا بالنسبه لي، كانت عنق زجاجه. مين المميزين في الزمالك في الوقت ده اللي انت صعدت فيه؟ كابتن حازم امام، كابتن حازم طبعا، كابتن طارق السعيد، طارق السيد، تامر عبد الحميد دونجا، بشير التبعي، الأباني. فترة ذهبية برضو للزمالك. طبعا وليد عبد اللطيف، عبد الحليم علي، جمال حمزة. النتيجة خلصت كام ساعتها؟ خسرنا بالضربات جزاء. لعبنا المباراة خلصت والسوبر ده خلص ضربات جزاء وخسرنا بضربات جزاء. قرار خدته وندمت عليه؟ مشياني من النادي الاهلي، عشان انا اصريت ان انا امشي من النادي الاهلي عشان الفترة دي ما كنتش بلعب، وكابتن حسام بدري ما كانش بيعتمد عليا، انا اللي طلبت امشي. فندمت ان انا مشيت. يعني انت كنت مظلوم ساعتها ولا كابتن حسام كان مستواك يأهلك انت ما تلعبش؟ لا هو كان بيلعبني وكنت ماشي معاه كويس، لكن هو الراجل يعني رحنا تركيا، معسكر في تركيا، وحسيت ان انا باين طبعا من خلال المباريات الوديه الاستعدادات اللي هو كان تريزيجيه لسه طالع، فبيلعب تريزيجيه، فواضح ان انا خلاص على مدار الموسم انا مش في دماغه، فبلعب 10 دقائق ربع ساعه ما العبش خالص، فحسيت ان انا مش هيبقى ليا دور، وانا مش بحب ابقى. كابتن حسام عمل نفس القصه مع كابتن بلال وكابتن متعب وشريف اكرامي. انت عارف دايما لعيب الكوره بيبقى عايز دايما يبقى متواجد، عايز يبقى طبعا دايما في المستطيل الاخضر، فبيبقى صعب عليه. كانت تفرق معاك لو اتعامل معاك نفسيا؟ طبعا يعني حتى انا ما هلعبكش بس نفسيا انت موجود طبعا. وانت يعني انا لما اتكلمت في الموضوع كابتن سعد ابو حفيظ ده طبعا اخويا الكبير كلمني بمنتهى الشياكه والاحترام، انت من اللعيبه الكبيره ازاي وي ومتمسك بيا، طب اصبر هكلم الكابتن حسام. يعني الراجل بيبين لك يعمل احتواء. فطبعا الموضوع لما راح لكابتن حسام هو واضح ان انا ما كنتش في دماغه خالص، فالراجل يعني وافق ان انا امشي. انت عارف لو انا كنت منتظر منه طب اصبر هتيجي الفرصه، كلمني حتى لو مش هتلاعبني زي ما حضرتك بتقول، بس اديني الثقه، اديك الثقه، انت اتمرن هتبقى كويس، انت ليك دور، انت كانت هتفرق معاك، كنت تتمسك بيا. لكن طبعا لما لقيت اللي هو كده انا اتمسكت ان انا امشي، لكن لو رجع بيا الزمن مش همشي من النادي الاهلي. امنيه بقى كان نفسك فيها وما اتحققتش؟
ان ابويا الله يرحمه كابتن الله اينو يرحمه. يشوفني وانا مدرب، زي ما شافني وانا لاعب وحققت بطولات الحمد لله، وشافني في الملعب كتير وكان بيلف ورايا. كان نفسي يبقى موجود لما بقيت مدرب وبقيت مسؤول عن فرقه كامله، والنجاحات اللي انا عملتها الحمد لله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي